لو اقدر ارسم حاجات بتتحرك زي الفراشة دي. هتوحشني يا يوسف. وانت كمان هتوحشني قوي يا تيتو. انا مبسوط قوي اني هدخل مدرسة صائدي الأحلام. خلي بالك من نفسك. وانت كمان تيتو. بص، أحلى حاجة في الدنيا إنك تكون صائد أحلام يا يوسف. تقرب من قلب الأطفال، تخليهم يعيشوا البساطة والبراءة في أحلامهم، فيقدروا يوصلوا لها حتى لو كانت فوق في السماء. انت ليه بتعمل كده؟ وليه انا كمان هعمل زيك؟ أنا جوايا حب يساعد الدنيا كلها. أما تروح مدرسة صعيد الأحلام يا يوسف هتفهم قصدي. سلام. سلام يا تيتو. لازم تبطل رسم. ده تضييع وقت، في الآخر دول شوية ورق وهيترموا في الزبالة. بس انا بحب الرسم، بحبه قوي. ولو الحاجات اللي انا رسمتها دي اتحركت مش هتترمي في الزبالة، هتبقى حقيقة. وأنا جيت علشان أحلامك تبقى حقيقة. تيتو صائد الأحلام، أنا مش مصدقة نفسي. أنا سمعت عنك كتير من واحد صاحبي حققت له أحلامه. طب جاهز عشان أحقق لك حلمك أنت كمان يا بطل؟ مش هنسمح لك المرة دي تبوظ اللي بنعمله يا تيتو. النهارده نهايتك يا صائد الأحلام. تفتكر هنقع؟ بيتهيألي كده. مش معقول يا تيتو، المناظر هنا حلوة قوي، عايزة تترسم. فعلا المناظر حلوة قوي. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه يا تيتو في ايه؟ منص، كباكا، انتوا فين؟ حول. انت كويس؟ انا كويس. منص، كباكا، حول. ما ترد على الرئيس يا منص. رد انت، انا مفشفش ومش قادر احرك ايدي. بطاريتي فاضية وأي حركة هفصل شحن. ايوه يا ريس. مش قلتلكوا لازم تيتو والولد ما يوصلوش المدينة؟ حاولنا يا ريس وما عرفناش. طيب بس ارجع الكهف وانا هعرفكوا شغلكم. حول. النوفل ده مشكلة، ما بتعجبوش اي حاجة ابدا. انا لسه سامعكم على فكرة. بص يا كباكا، بنزينة. يلا بينا نروح. يا اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. صباح الفل، احلى خدمه لاحلى براغيث. احنا نفصل شحن. واضح عليكم. احنا هنا في برغوث باور بنقدم تشكيله متميزه من الشحنات الكهربيه وبنكهات مختلفه. مثلا عندنا شحنه بالفستق سعرها هايل جدا، في شحنات مع الفراوله. اما بالنسبه لشحنه برغوث باور السبيشال فهي عباره عن شحنه كهربيه بكوكتيل الفواكه والسعر مميز جدا. بس احنا معناش فلوس. يبقى تقدروا حضراتكم تنسوا كل اللي انا قلته وتمشوا قبل ما اجيب لكم صاعق البراغيث. شرفتوا برغوث باور، مع السلامه. واو، ايه الحاجات الحلوة دي؟ الحاجات زي ما كنت بحلم بيها بالظبط. ايه ده؟ الطيارة كمان بتتحرك. هسيبك تستمتع بحلمك وهروح أصلح العربية. راجع لك تاني. هي دي فرصتك يا نوفل.
ازيك يا حسام؟ انت شاطر قوي في الرسم. هو حضرتك مين؟ انا حارس مدينة الرسم والالوان. كان نفسي اعرف ارسم زيك، بس للاسف ما بعرفش. اصل انا عندي مشكلة ومحدش هيعرف يساعدني غيرك. مشكلة؟ مشكلة ايه؟ مفتاح المدينة ضاع مني. ولو اتعرف كده اكيد هيمشوني ومش هيخلوني حارس المدينة. وكنت عايزك ترسم لي مفتاح شكل ده. ما تقلقش ما تقلقش، انا هرسم لك واحد شبهه بالظبط. ادي المفتاح يا سيدي. يعني انت بجد تعرف ترسم اي حاجة اي حاجة؟ ايوه طبعا. انا مش قادر اصدق. كده كله تمام. انذار انذار، هناك اختراق، هناك اختراق. ها؟ حسام! حسام! يا حسام! تيتو العظيم بتوحشني. سمعت ان يوسف راح مدرسة صائدي الأحلام ورجعت تاني لوحدك. عندك أمل انه يطلع زيك، بس ده عمره ما هيحصل، لأن المستقبل لنوفل وأفكاره الشريرة. حسام في حمايتي، لو أذيته كأنك بتأذيني أنا. هايل هايل، كده نضرب عصفورين بحجر واحد. انت تتأذي وناخد مكانك. مكانك في سجن المدينة. خلينا في النهاردة أنا الأقوى، لأنك بتحب حسام، والحب هيخليك ضعيف. الحب أقوى قانون في مدينة الأحلام. طب وريني كده هتنقذه ازاي بالحب ده؟ يعني تقدر تاخد مكان وتبقى موافق، بس بشرط حسام ما يتأذيش ويرجع بيته. طبعا موافق. لا خلاص، مفيش احلام تاني، مفيش تيتو، مفيش رسم ولا الوان. نفسي اشوفك تاني يا تيتو. وتيتو صائد الأحلام جه علشان يحقق لك حلمك ويقول لك إن هو كمان نفسه يشوفك. تيتو انت ما متش؟ ازاي؟ انا شفت نوفل وهو بيضربك. لا لا لا، انت مش تيتو، اكيد انت نوفل ومتنكر عشان تخدعني تاني. ما تخافش ما تخافش، أنا تيتو، وادي مكان الخنجر اللي نوفل ضربني بيه. بس ما تخافش، الموت مش بيأثر فيا، ونوفل أخد جزاؤه. انا اسف يا تيتو، اللي حصل لك ده كله كان بسببي. أنا أعمل أي حاجة تنقذ حياتك وتخلينا نفضل مع بعض. بس أنا زعلان منك عشان بطلت ترسم. طلع الفنان اللي جواك في كل وقت. الموهبة اللي جواك دي عطية من ربنا ليك، عبر بيها في كل وقت عن كل حاجة بتحس بيها. اتفقنا؟ اتفقنا. مساء الخير يا فندم. واضح ان حضرتك لسه خارج من خناقه شديده شويه، وعشان كده انا بقدم لك الاختراع العجيب اللي اسمه المطاط السحري، مطاط الخناقات والعلق السخنه. وانت لابسه ما تحسش بالضرب. لو حد رماك من مكان عالي هتفضل تتنطط من غير ما تنجرح. اختراع عظيم وسعره هايل جدا. اشتري قطعه تاخد التانيه مجانا. ايه رايك يا فندم؟ تحب تاخد فكره؟ واضح ان حضرتك مش مهتم بالعرض. ايه ده؟ زبون تاني.